المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. رعاية أسر الشهداء في مقدمة أولويات الحكومة. الإريتريون في ميلانو الإيطالية يحيون يوم الشهداء. إيران تؤكد مواصلتها لأنشطة تخصيب اليورانيوم. وتصاعد حدة المظاهرات في البرازيل. أهلا بكم. أفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن رعاية أسر الشهداء تأتي في مقدمة أولويات الحكومة الإريترية. وأوضح مدير قسم رعاية أسر الشهداء بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد زرآي تخلآب خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإريترية بأن عدد شهداء الحرية وحماية السيادة الوطنية يبلغ نحو 84 ألف شهيد تقوم الحكومة برعاية أسرهم باعتباره أحد مسؤولياتها، مشيرا إلى تقديم مساعدات إلى أسرهم منذ فجر التحرير تحت مختلف البرامج قبل البدء بدفع إعانة شهرية في عام 2004 بموجب المرسوم رقم 137 لسنة 2003. وأضاف بأنه تم حتى الآن صرف نحو 3 مليارات نقفة منذ بدء الإعانة الشهرية لأسر الشهداء، مشيرا إلى تحقيق نتائج جيدة خلال الفترة الماضية في مجال تحسين مستوى معيشة أسر الشهداء من خلال تنظيم دورات مهنية لأبناء الشهداء وفتح فرص عمل للأسر. كما قدم سيادته شرحا حول مساعدات الإريتريين في الداخل والخارج لأسر الشهداء من خلال برنامج إعانة أسر الشهداء، انطلاقا من أن دعم أسر الشهداء ليست مسؤولية الحكومة فقط، مشيرا إلى وجود مواطنين يدعمون 54 عائلة شهيد دفعة واحدة، مما يدل على مدى توقير الشعب الإريتري لشهدائه. أحيا الإريتريون المقيمون في مدينة ميلانو الإيطالية في 16 من يونيو يوم الشهداء، مؤكدين الثبات على أمانة الشهداء وتعزيز المشاركة في البرامج الوطنية. وقال رئيس الجالية الإريترية في ميلانو وضواحيها السيد ميكائيل إيساق في المناسبة إن يوم الشهداء مناسبة لتجديد تنفيذ أمانة الشهداء، موضحا بأن إعانة أسر الشهداء مسؤولية كل مواطن. وذكر قنصل إريتريا في ميلانو السيد رؤسون جبرجرجيس أن 20 من يونيو يوم نجدد فيه العهد لتطوير وازدهار البلاد التي جاءت بتضحياتهم، والحفاظ على الاستقلال بالتصدي بوحدة للعدائيات والمؤامرات. وأشار إلى أن الإيرادات بلغت حوالي 170,729 ألف يورو منذ بدء برنامج رعاية أسر الشهداء. وأوضح بأن جمعية حلنا للإريتريات المقيمات في ميلانو اتخذت هذا العام مبادرة رعاية 10 أسرة شهيد وجمعنا حتى الآن 6,000 يورو. وتخلل برنامج إحياء يوم الشهداء مختلف الأنشطة التي تعكس بطولات وتضحيات الشهداء. أوضحت أسر الشهداء التي تم تدريبها في الغزل والنسيج أن المهنة المكتسبة ساعدت على تحسين حياتها المعيشية. وقالت مسؤولة مركز أخرية الاجتماعية السيدة جمعة محمد نور إن عددا كبيرا من النساء تم تأهيلهن وقدمت لهن أدوات الغزل لتحسين أحوالهن المعيشية في إطار الجهود الحكومية لتحسين حياة أسر الشهداء. وذكرت زوجة الشهيد مدينة عبد النور وأبناء الشهداء كيدانو محرة آب ويوردانوس برهاني أن المهنة ساهمت في استقرار حياتهن المعيشية. ودعت مسؤولة مركز أخرية الاجتماعية السيدة جمعية محمد نور المتدربات للتفاني في العمل وتطوير المهنة التي اكتسبنها. شكرت أسر الشهداء في مدينة عصب الدعم المتواصل من الحكومة والشعب. وأوضحت السيدة عائشة محمد والسيدة لت برهان أبرهة عن اعتزازهن باستشهاد أبنائهن للشعب والوطن من أجل هدف نبيل، مؤكدات تواصل الدعم الحكومي والشعبي.
وقال السيد محمد عثمان والسيدة لتنسي جبرانوغوس بأن الاستقلال والسيادة يتحققان بالغالي والنفيس، مشيرين إلى أن التطور الذي تشهده البلاد نتاج تضحيات الشهداء. وأكدوا بأن مساعدة أسر الشهداء مسؤولية الجميع، وأن الرعاية التي أبداها المواطنون في الداخل والمهجر لإعانة أسر الشهداء يبين مدى الفخر والاعتزاز بالشهداء. خرجت مدرسة مساعدي التمريض في بارونتو 68 طالبا بالشهادة بعد دراسة لمدة عام. وقال ممثل مدير المدرسة الأستاذ توماس زر أماريان في التقرير الذي قدمه في مناسبة التخريج إن الطلاب أكملوا الدراسة بكفاءة كبيرة. وأوضحت منسقة مدارس مساعدي التمريض الممرضة قدوسان أبرهة أن وزارة الصحة تعمل جاهدة لتنمية القدرات البشرية من أجل حصول الشعب على الخدمات الصحية الجيدة. وذكر مسؤول التخطيط وتنمية القدرات البشرية بالإنابة في وزارة الصحة السيد يمان هايلي من جانبه أن المجال الذي درسه المتخرجون يتطلب التفاني والحذر، لذلك يتوجب عليهم تنمية الكفاءة وتطوير القدرات لتقديم خدمات أفضل. وتعهد ممثل الخريجين للعمل بتفان وإخلاص لخدمة الشعب والحكومة. هذا وقدم حاكم إقليم القشبركة سيد محمد حامد في ختام مراسم التخريج الجوائز للطلاب المتفوقين. تجدر الإشارة إلى أن مدرسة مساعدي التمريض في بارونتو قد خرجت 705 طالب في 6 دفعات. أكد سكان الضاحية غودايف في الحفل الذي نظموه لأعضاء الجيش الشعبي في 15 من يونيو على تلاحم الشعب والجيش، وأوضحوا بأن الوحدة الثلاثية للحكومة والشعب والجيش تساهم في إفشال العدائيات وتجاوز التحديات والدفع بالتنمية، معربين عن تقديرهم لأنشطة الحراسة والتنمية التي يقوم بها الجيش الشعبي. وقال مدير ضاحية غودايف السيد فوتسوم هايلي في الكلمة التي ألقاها في الحفل إن هذا الحفل تعبير للوقوف دوما إلى جانب أعضاء الجيش الشعبي. وذكر قائد وحدة الجيش الشعبي في الضاحية السيد تخلزجي تخستي أن الثورة الإريترية التي انتصرت بالوحدة تعمل هذه الوحدة الآن أيضا لضمان السيادة وإنجاح مسيرة التنمية، مشيدا بمبادرة سكان غودايف. وأشار السيد يوسف جزائي عضو الجيش الشعبي والسيدة زودي دباس من سكان غودايف إلى أن وحدتنا وتماسكنا يبرزان قوتنا وقدراتنا في العمل، موضحين العمل لإنجاح برامج التنمية. استشهد اليوم الثلاثاء الموافق 18 من يونيو المدير العام لقسم الصحافة في وزارة الإعلام المناضل الكبير محمد عمر سوبا بعد مرض فجائي عن عمر نازه 63 عاما. هذا والتحق الشهيد سوبا الذي ولد في قرية إيجيلا بمديرية عد قيح في عام 1950 التحق بجبهة التحرير الإريترية في عام 1974 وخدم في مختلف القطاعات حتى عام 1988 في داخل الوطن وخارجه، قبل أن يعود إلى أرض الوطن بعد التحرير للمشاركة في إعادة إعمار البلاد. وقد خدم الوطن كصحفي حتى ارتقى لمنصب المدير العام لقسم الصحافة بكل تفان وإخلاص. والشهيد سوبا رب أسرة مكونة من 5 أبناء. وقد وري جثمانه الثرى عصر اليوم في تمام الساعة 4 بمقبرة الشهداء في العاصمة أسمرة بحضور كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة والأقرباء والأصدقاء. وتعبر وزارة الإعلام عن بالغ حزنها لوفاة الفقيد محمد عمر سوبا وتقدم تعازيها الحارة لأسرته.